بصي بقى، طبعا عندي ورق اللورا والليمون لسه يعني بقى الحبهان. طبعا انا لو بتحبي المكسرات عليه تحمصي بقى المكسرات. طبعا انا مش بحب المكسرات عليها حتى زي ولا اي حاجه بعينها، عشان كده مش بحط. بس ما شاء الله تحفه. بصي الفلفل ازاي. وعملنا كمان سلطه الدقوس هندوق دلوقتي. بصي بقى الفراخ تحفه. بصي بقى لون الجمال تحفه. السلام عليكم، ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. قبل ما نبدا الفيديو ما ننساش نصلي على الرسول، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عليه افضل الصلاه والسلام. النهارده نعمل مع بعض كبسه الفراخ السعودي بطريقه سهله جدا وبسيطه. الاول كده في حله على النار هحط كده مكعبين من الزبده وشويه من الزيت. طبعا كان طعمها في الاخر تحفه. المره الجايه ان شاء الله هعملها باللحمه، بس انا النهارده هعملها بالدجاج. هنا الاول حطيت البصل، انا البصل ده ببقى فرماه كده وحطه في الفريزر. وحطيت كده يعني قطعه من التوم، لو عندك توم صحيح هنحط فصين. وده كده قرن فلفل حامي، طبعا قسمته عشان كان طويل. لحد كده ما البصل يدوب معايا مع الفلفل والثوم. وهحط بقى التوابل بتاعه الكبسه. ده الاول ورق لورا، واحط الحبهان. طبعا ما جبتش يعني نستجيب قرنفل والعود القرفه، بس انا جايبه الخلطه بتاعه الرز البسمتي عليها كل حاجه. يعني بدل ما تحط كاري والفلفل والملح والحاجات دي، لا، هي الخلطه دي اسمها بتاعه خلطه الرز البسمتي، انا جايباها احط منها. طبعا ده الليمون. وعشان انا نستجيب قرفة هحط كده قرفة اللي هي المطحونة، بس يعني حاجات بسيطة. طبعا التوابل ده على حسب ما انت حابة اللون بتاع الرز عامل ازاي، فانا بكتر عشان اخلي اللون في الاخر يبقى اللون كده شكله حلو. طبعا شفتوا معايا في اول الفيديو للقرفة حطي حاجات بسيطة. انا غسلة الفراخ وسايباها بقى تتنقع غسلة حلوة، نقعتها بمية وملح وليمون وخل وزعتر. كده بشوح بقى كل التوابل لحد ما ريحة التوابل تطلع عليا. طبعا الريحة بقى مقولكوش تحفة. هجيب بقى كده الفراخ، خلاص التوابل كده اشتوحت معايا. بسم الله. هشوح كده الفراخ بقى على الجنبين لحد ما تاخد اللون بتاع التوابل مع البصل مع كله. ده شوية كده فلفل اسمر مفرش على الفراخ. بصوا بقى بقلب كده الفراخ من الناحية التانية، خدت بقى اللون الجميل ده. تاخد بس لون، وبعد كده بقى هزود بقى المية لحد ما الفراخ تستوي براحتها. ونشوف بقى الخطوة اللي بعد كده. طبعا خطوات سهلة جدا. بص انا بقلب بقى على الناحية التانية، خلاص خدت لون. مش شرط تحط مية مغلية، لا، انا بحط مية من الحنفية عادي. الاول احط بس معلقة صلصة كده حلوة تدي برضو لون حلو. وانا ضاربة طماطم، ضاربة حبتين من الطماطم وصفيتهم، احطهم برضو دلوقتي. بسم الله. وبعد كده بقى اضيف المية. طبعا انا مش هكتر المية علشان المية دي هنحط بعد كده الرز، فمش عاوزة المية تبقى كتير، عشان طبعا لو الرز المية كتير فيها هيعجن معانا. فانا هحط كده حاجات بسيطة خالص. غطيت الفراخ لحد ما تستوي براحتها. طبعا لو محتاج ملح بقى بحط، بس لقيتها حلوة يعني الملح بتاعها حلو، حط كده حاجات بسيطة، يعني نص معلقة صغيرة من الملح. خلاص كده اهو. هسيب بقى كده الفراخ بقى ايه تستوي مع نفسيها، وهجهز بقى سلطة الدقوس. في الكبة او في الخلاط ده كده كزبرة طماطم فلفل توم، واحط كمان شوية من الخل وعصرة ليمونة، نص ليمونة، ومعلقة صلصة. ممكن تحطها في الخلاط او في الكبة، ده او ده. دي نص كوباية من المية، معلقة خل. طبعا التوابل مش هحط حاجات كتير، يعني شوية ملح صغيرين وشوية فلفل اسمر وشوية شطة، وهضربهم. مش حابة تحطي الكزبرة، بس هي دي سلطة الدقوس بتتعمل بالكزبرة والطماطم والفلفل والثوم. بتبقى حراقة يعني بتبقى حراقة اصلا، اللي بتاكليها مع الرز بقى بتبقى طعمها تحفة. نص ليمونة عصرتها. هضربهم بقى كده. دي معلقة زيت. وبعد كده بقى اضربهم، تبقى كده سلطة الدقوس جهزت معانا. بس ضربتهم كده في الكبة لحد بقى ما يتحنوا معايا. خلاص جهزت معايا. دلوقتي هوريكم بقى الفراخ. خلاص الفراخ قربت اطلعها، عشان بس مش عايزاها تبقى مهرية قوي.
طبعا الرز انا غسلاه، غسله كوبايه ونص من الرز وسايباه بقى هنا على جنب في بوله. انا مش هحط الرز مع الفراخ، لا انا هعين الفراخ لوحديها كده بعد ما اتسلقت، هحطها في الفرن وبعد كده هحط الرز. انا جبت الصينيه عشان احط فيها الفراخ، عشان احطها بقى في الفرن تاخد لون كده تحت الشوايه، واعمل لها كده خليط كده عشان يديها اللون الحلو اللي انتوا شفتوه برضو في اول الفيديو. بصوا بقى تتاكل اكل لوحدها كده. هجيب بقى هنا الرز بسم الله. طبعا الرز ما يعني الرز ده هوريلكوا في الاخر الكيس بتاعه ما بيزيدش. هنا لما بجيب رز سايب بكوبايه بلاقيها ملت الحله، لكن ده لقيته ما زادش معايا فرحت عامله بقى في حله تاني برضو رز. لكن الرز السايب لما بجيبه بحط كوبايه بلاقي الحله اتملت معايا، لكن ده في اخر الفيديو هوريك الكيس لو حد يعني مجربه وعارف اللي هو ما بيزيدش وكده. هنا بقى حطيت شويه صلصه مع معلقه زيت مع شويه ملح وفلفل، وحطيتهم كده فوق الوش على الفراخ وفي الفرن. بص بقى الرز زي ما قلتلكوا انا لقيته قليل، رحت عامله بقى ايه كميه تانية. بصوا ما شاء الله الفراخ تحفه. دلوقتي بقى كبسه جيش معانا بسم الله. بص بقى فلفل ازاي، هجيب معلقه. بصوا بقى طبعا انا عينت ورق اللورا وورق والليمون، لسه عين بقى الحبهان. طبعا لا لو بتحب المكسرات عليه تحمصي بقى المكسرات. طبعا انا مش بحب المكسرات عليها حتى الزبيب ولا اي حاجه بعينها، فعشان كده مش بحط. بس بقى ما شاء الله تحفه. بس مفلفل ازاي وعملنا كمان سلطه الدقوس هندوق دلوقتي. بصوا بقى الفراخ تحفه، بصوا بقى اللون والجمال. تحفه. حابين بقى تزينوا كده بشويه بقدونس، نكسر بس اللون. بس كده. ايه رايكم بقى في الكبسه؟ ما خدتش مننا وقت خالص. طبعا الرز اللي انا عملته الاول كان قليل، لان الرز اللي انا جايباه هوريكم شكله مش بيزيد. انا لما بجيب رز سايب من عند العطار الكوبايه بلاقيها زادت، لكن ده ما بيزيدش خالص. فلقيته قليل فرحت عامله تاني. طبعا فهتلاحظوا فيه لون اصفر ولون الليل. طبعا اول حاجه اللي احنا عملناه كنا حاطين صلصه وطماطم وكان لون ايه الاورنج، لكن التاني مش حاطه له حاجه فبيدي اللون الاصفر. الفراخ بقى لونها تحفه حاجه كده والله تستاهل بقكم. احلى كبسه عملتها. هوريكم بصوا ده الكيس ده طبعا مش بيزيد، يعني انا على طول بعمل بسمتي لما بكون جايبه سايب بيزيد، عشان كده ما عملتش كتير. فلقيت ده ما زادش رحت ايه عملت تاني عشان طبعا مش هيقضي. هدوق دلوقتي معاكم ثانيه بس يا بنت خلاص صوتك كده. بصوا برضه هنا هي اللي هتدوق معانا. يلا حط كده حبه من الدقوس. هي قالت لي هدوق على لقيتها حراقه قوي. يلا دوقي. حطي حبه صغيرين هنا بس. وريني كده. ايوه خدي بقى حبه عليهم. سمي معلش بسم الله. خدي بقى حته فراخ. دوق حته. بص مستويه وجميله. طبعا طريقه سهله جدا وبسيطه. كبسه تحفه. حرق شويه. هي بتبقى حراقه. لو عجبكم
لو عجبكم الفيديو ما تنسوش بقى تعملوا لايك والشير والسبسكرايب، واكتبوا لي اي حاجه انتوا عاوزينها من وصفات حلوه او اكل او اي حاجه. اسيبكم بقى في رعايه الله، ومع السلامه.